السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. كل ما أنا اغير الجمله دي مش بعرف اغيرها. النهارده بقى يا جماعه معانا النهارده اكله جميله شعبيه. بصوا، يروح الزمن يجي الزمن، هي الاكله اللي بتدخل علينا السعاده، اللي ما فيش حد يختلف عليها ابدا، وهي الكشري المصري. الكشري المصري ده هو كشري، لكن هو فوائده كتيره جدا. طبعا فوائده تعتبر اعلى من فوائد اللحمه، لان هو فيه كل العناصر الغذائيه. إيه، في يعني حتى البروتين كمان، في احنا ضايفين له كمان الحمص برضو بيديله برضو بروتين. العدس بيديله حديد. البصل طبعا بيعلي التركيز في الدماغ، وطبعا احنا عارفين فوائد البصل غني عن التعريف. في كل حاجه يا جماعه، ما فيش احنا ما فيش عنصر في المكونات ديت الا وليه فايدته، وليه طعمه ومذاقه الخاص. فالنهارده بقى كده ايه، ولادي كل يوم والتاني يا ماما الكشري يا ماما الكشري، وانا بكسل بصراحه عشان كتر المواعين. فانا قلت لازم اشوف طريقه اعمل بيها الكشري، ما اكترش على نفس المواعين، وايه واراضي ولادي. وهو برضو في الاكله الوحيده اللي بتبقى لذيذه وما بتباتش وما بيترميش منها حاجه. بس عايزين بقى نعملها كده، انا كده بصور لكم تاني يوم، ده كده الصبح تاني يوم، لكن انا عاملاه من امبارح، وكلناه امبارح واتغدينا منه امبارح. تعالوا بقى نشوف كده احنا حافظنا على فرفرته كده ازاي، وحافظنا عليه ازاي، وازاي ما وفرت مواعين. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش كده على وصفتنا. انا كنت مولعه انا بليت العدس ابو جبه، وصفيته وروقته من ميته الغامقه، وولعت عليه. وبرده الحمص كذلك كنت نقعه قبلها بليله. وجيت كده حطيت لهم بس كده كل يعني عنصر حطيت له نص معلقه ملح، ملحته، وكم شريحه بصل اطعمهم بس. وجيت كده كان معايا كيس مكرونه كده، من المكرونه اللي هي المستورده يعني. كنت محتاره اعمل فيه ايه، عشان هو نص كيلو مش كان هيكفينا. فقلت احطه كده في العدس ومنه يديني شكل كويس. هي كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينها كده. وخدتها كده صفيتها بالمقصوصه بتاعت المكرونه، وحطيتها كده في البوله الازاز دي زي ما انتم شايفين، علشان برضو هعمل لها حركه هخليها ما تلزقش في بعضها ولا حبايه. ايا كانت بقى مستورده او مش مستورده، في الاخر كده بتبقى تلبس في بعضها كده. فلازم نعملها مفرفره علشان خاطر تعيش معانا حتى لو قعد الكشر ده يومين. إيه، هصفيها كده، وعلى نفس الميه نزلت كده بحبه مكرونه برضو من اللي هي بتاعت المكرونه بقى بتاعتنا، اللي هي اصغر حجم في المكرونه. ما كترتش يا جماعه، انا عامله من كل حاجه نص كيلو بس. فبرضو جبت كده نص كيلو مكرونه اسباجيتي بالشكل ده، وكسرته وفرفرته. هنا بقى كانت الكهرباء قطعت مني، في غير ميعادها، كانوا غيروا ميعاد الكهرباء. مش ده الميعاد اللي احنا معتاد ان هي بتقطع عندنا فيه. فجيت كده سلقت المكرونه في الضلمه زي ما انتم شايفين. وقلت هصفيها ومش مشكله، يعني ايه ان انا اعرض دي للاخر، لانها ايه، لان انا مش عارفه اشتغل خالص، ومش هكون عامله حساب على اضاءه. جيت كده كنت مقطعه البصل جوليان، وكان شايفين في عركنه. ما حطيت له كده انا كنت بعمله قبل كده بنشا، وقلت كده غير المره دي واحط له سكر، انا عايزاه بطبيعته خالص. حطيت السكر عليه وسبته قيمه 10 دقايق. وقمت جايه حاطه كده في الزيت بتاعه المغلي، غليت الزيت كويس، او قدحت الزيت كويس، المهم درجة حرارته عالية لحد ما خلصته. برضو معرفش اصور ان شاحن التليفون برضو ما كانش مكمل معايا. وجيت كده على حل على النار، جيت اعمل بقى كده اللي هو العدس الاصفر بالرز. انا ولادي عايزين عدس اصفر برز، بنتي هتموت عليه. فقلت لها طب انا هعمله لك في الكشري، لكن مش هعمله لوحده. انا هعمله، هو اخوها عايز كشري مصري، وهي عايزه عدس كده، كشري بعدس كده لوحده. جيت كده حمرت البصلايه دبلتها، وحطيت لها نص معلقه سكر، وحطيت لها مكعب مرقه دجاج، نص معلقه بابريكا، وحطيت كده ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره ناشفه. ونزلت عليها بالعدس كده بالرز كده زي ما انتم شايفين، وهشوحهم. الكميه اللي انا عاملاها دي يا جماعه، دي حوالي نص كيلو رز، اقل كمان من نص كيلو رز. انا عامله كميات بسيطه جدا علشان ما تقعدش معايا كتير، وعشان الاكل يعني ايه ما يباتش اكتر من اللازم. احنا في الحر والدنيا ما بتستحملش. اقل كميات بترمي معانا في العدس او في الكشري. فقلبت كده كويس، ودوبت الملح، حطيت الملح بتاعي، وايه زي ما انتم شايفين كده حطيت الملح. كنت ناسيه بصراحه، وحطيته يعني ايه لحقت نفسي. وغطيت على الحله ونقلتها على نار هاديه. جيت بقى بحله تانية على النار، شوحت الثوم بتاعي الاول، وحطيت على اول ما بدأ يتشوح بس كده وشميت ريحته كويس، حطيت عليه الكزبره على طول. هشوحهم شويه مع بعضهم الاول، ومش هنزل عليهم بقى المره دي بالخل، احنا في الحر. وهكتفي بصلصه الخل اللي انا عاملاها. وجيت نزلت عليها كده بمعلقه صلصه زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده معلقتين اتنين صلصه خام. وهنزل عليهم كده بمعلقه بابريكا،
زي ما انتم شايفين كده، بس عشان احافظ على لون الكشري. الصلصه بتاع الكشري زي ما انتم شايفين. وجيت كده نزلت بحوالي اكتر من كيلو طماطم كده. اي الطماطم ده بقى على حسب ما انت عايزه تحطي. انا اولادي بيحبوا صلصه زياده شويه، بيحبوها تخينه. وعشان اطلع بقى تخينه، هنزل عليها بمعلقه ميه مكرونه. انا كنت محتفظه بميه المكرونه واخدها على جنب. نزلت كده بمعلقه سكر عشان حموضه الطماطم. وهنزل بقى ابهر الصلصه بتاعتي. هحط نص يعني حوالي نص معلقه شاي. انا حطيت ربع معلقه اكل من الكبيره كمون. وحطيت الملح بتاعي برضو المعقول على حسب كميتي. وهنزل برضو بالكزبره الناشفه. انا ما استعملتش اكتر من البهارات ديت ومرقه الدجاج بس في الكشري بتاعي. هو بسيط وبيحب البساطه. وكل ما تبسطي له شويه يطلع معاكي احلى. ادي كده ميه المكرونه بتاعتي. انا صفيت الميه الرايقه اللي هي كانت بتبقى في الاول ديت بعد ما سبت الميه شويه. واخدت التخانه اللي تحت عشان يطلع الصوص معايا تخين. يديني قوام جميل جدا. ينفع معايا من اول من اول الكشري لاخره. هنا انا كنت عملت الصلصه الثوم. بس للاسف يا جماعه والله التليفون سخن مني فصل لوحده. انا خدت الاول شوحت معلقه الكزبره الاول ونزلت عليها بالثومه. شوحت الثوم ونزلت عليهم بنص كوبايه خل. وحطيت لهم التبيره بتاعتهم ملح كزبره كمون شعره كده بس. وقفلت عليها سبتها لما غليت وحطيتها في الدرق بتاعها. هنا بقى كده الصلصه بتاعتي خلصت خلاص. هي حطيت لها نص معلقه شطه. وقفلت على كده. وهي كده كانت استوت. وجيت بقى نزلت بالحته دي بقى كده فرفر كسرت كده شويه بصل معايا. ده لو دي بتنقل لي طبعا صلصه الكشري في حته تانية خالص. بتخليه بصوا ما يفرقش عن كشري المحلات اي حاجه او صلصه المحلات. بس والله العظيم اروع من المحلات 100 مره. محلات ايه اللي تعمل زينا دي ولا تهتم زينا ولا تبقى بنظافتنا. جيت هنا بقى الكشري بتاعي اهوت الكشري اللي هو الرز بعدس. انا كده كنت خلصته. هاجي كده بقى رصيت في طبق واحد. انا هاكل انا واولادي كلنا في طبق واحد. مش هنعمل اطباق. انا اكتفيت بس ان انا ان طبق الغدا يبقى لممنا كلنا زي زمان كده يا جماعه. نرجع كده لزمان كده ناكل كلنا من طبق واحد. مش لازم كل مره كل واحد ياكل في طبقه. لا تيجي مره كده بناكل كلنا من طبق واحد. اللمه دي لها عامل كويس قوي مع الاسره يا جماعه. حافظوا عليها. جيت كده عملت كده غوطت كده حته كده وحطيت فيها المكرونه بالمكرونه الصغيره. انا جيت بقى طبعا عشان المكرونه احافظ عليها تبقى معايا مفرفره زي ما انتم شايفين كده. انا كده كنت استنيت على الكهرباء. ادت الكهرباء بتقعد ساعه ونص. اول ما بنزل المكرونه من على النار نزلت عليها بحبه زيت من اللي هو اللي انا محمره في البصل. وقلبته كويس عشان ما تلزقش في بعضها. وكذلك برضو المكرونه التانيه اللي انا عاملاها. ما انا عامله 3 انواع مكرونه عشان المكرونه ما تلزقش في بعضها تفضل معاكي بنفس القوام. بس اتاكد ان انا حاطه كميه زيت مناسبه ما تخليش المكرونه تلزق في بعضها. وزيت اللي هو منكه بالبصل ده بيخلي بشتغل بيه من اول الوصفه لاخرها. بعمل المكرونه البصل الاول واشتغل ببقيه الزيت. نزلت كده فوق منه كده بالعدسه بجبه بعد ما حطيت المكرونات. ونزلت بالحمص. انا بحط كميات لان احنا بنتغدى. فانا مش عايزه الاكل يقضني اكتر من طقتين. هو طقه العشاء وطقه الغداء قصدي. وطقه الفطار. نزلت بالحمص كده زي ما انتم شايفين. ونزلت فوق منه بالصلصه. الصلصه معايا يا جماعه زي ما انتم شايفين قوامها ممتاز معايا وحمرها. وهي كلها على بعضها بصوا قلبه لي ريحه الدنيا والله العظيم احلى حاجه. ونزلت كده بالبصل المتحمر على الوش كده. البصل ده معايا طبيعي جدا وهيتنه مقرمش حتى لو تاني يوم. لان انا ما عملتوش غير بالسكر بس. بهرته بالسكر او دبلته بالسكر وقمت محمراه في الزيت بتاعه. ونزلت كده بالخل على الوش. عملت الطبق لنا كلنا وكان حبه مخلل بس كده على الاكل. بصوا اكله فوق الرائعه. اكله اللي بتدخل عنها السعاده. اكله بتدخل عنها البهجه. فكل العناصر الغذائيه جميله. يعني انا كنت بفكر اعمل بيض قالوا لي عيالي قالوا لي لا. كنت بفكر اعمل جنبها كبده برضو عيالي قالوا لي لا. خلينا يا ماما الاكله بطبيعتها. احنا بنحبها كده. بصراحه انا بشكرهم على انهم ضغطوا عليا اعمل الكشري. انا كنت خايفه على المواعين. انا زي ما قدامكم كده ما خدتش حبه المواعين دولت. والحبه المواعين اللي انتوا شايفينهم اللي انا بغرف فيهم دول كلهم حاجات ازاز. غسيلها سهل خالص. بوريكم المكرونه مفرفره قد ايه. وبوريكم قد ايه هي طعمها لوحدها جميل. طبعا المكرونه بسلقها كنت حاطه لها ملح
وما حطيتش زيت ولا الكلام ده. انا الزيت ضفته اللي هو زيت تحمير البصل، ضفته بعد ما نشلتها من ميتها او صفيتها من ميه السليق، وقمت ضايفه لها الزيت علشان يخليها ما تتمسكش ببعضها. قعدت يوم اتنين تلاته مش هتتماسك، بس هي طبعا في الحر ده ما تقعدش يوم اتنين تلاته، هو اخرنا ناكل منها طقتين. يعني انا كنت بخلص اكلي، انا النهارده تاني يوم المصيف مخلصه اكلي متاخر شويه لان كنت بنضف شقتي، فكنت اكلنا كان قرب المغرب، فهو اكلي خلصان على المغرب. بات الاكل ما حمدش الحمد لله، علشان برضو مسلوق وعلشان خاطر برضو ما فيهوش طماطم، فالحمد لله بات بسلام. يلا بقى كده، يا رب اكون افدتكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.